حلقة جديدة هناخد فيها إن شاء الله quick look on prep 3 grammar، نظرة سريعة على قواعد منهج الصف الثالث الإعدادي 2027. في Unit 1 إن شاء الله هناخد the present perfect tense اللي هو زمن المضارع التام، وهناخد صيغة الأكتف والباسيف في زمن المضارع التام اللي هو المبني للمعلوم، الأكتف والمبني للمجهول في زمن المضارع التام. بالنسبة ليونت 2 إن شاء الله هندرس فيها the past perfect tense اللي هو زمن الماضي التام، وهندرس معاه كمان the third conditional if، حالة if الشرطية الثالثة، وحالة if الشرطية الثالثة مرتبطة بزمن الماضي التام، فلازم ندرس زمن الماضي التام علشان نعرف ندرس حالة if الشرطية الثالثة. واحنا عارفين قبل كده ان حالة if ليها 4 حالات: الزيرو كونديشنال الحالة الصفرية، والفيرست كونديشنال الحالة الأولى، والسكند كونديشنال الحالة الثانية، والثيرد كونديشنال اللي هي الحالة الثالثة اللي هي هندرسها إن شاء الله في يونت 2. في يونت 3 إن شاء الله هناخد the future simple اللي هو زمن المستقبل البسيط. هناخد برضو صيغة الأكتف والباسيف في زمن المستقبل البسيط، صيغة المبني للمعلوم والمبني للمجهول في صيغة في زمن المستقبل البسيط. في يونت 4 إن شاء الله هناخد using models، استخدام الأفعال الناقصة. ناخد إن شاء الله must و mustn't و shouldn't و can and can't، وهناخد استخدامات كل منهم في جمل محددة وهندرسها بالتفصيل إن شاء الله في المنهج. يبقى في يونت 4 هندرس الموديل فيربس، هناخد must و mustn't للتعبير عن الإلزام، و should و shouldn't للتعبير عن النصيحة، و can و can't للتعبير عن القدرة وعدم القدرة. وهناخد كمان the connectors، بعض الروابط اللي هي although و even though و while، وهندرس الكلام ده بالتفصيل في المنهج إن شاء الله بطريقة سهلة ولذيذة، وتتابعونا إن شاء الله في حلقات شرح المنهج بإذن الله. Unit 5 the imperative form، هناخد فيها صيغة الأمر، إزاي نعمل جمل في صيغة الأمر، وهناخد السيكونس adverbs اللي هي first و then و after that، وإن شاء الله هندرسهم بالتفصيل في Unit 5 اللي هي السيكونس words اللي احنا بنستخدمها، أو السيكونس adverbs اللي هي ظروف الترتيبية اللي بنستخدمها في الترتيب عند كتابة باراجراف أو عند ترتيب الأفكار. في يونت 6 إن شاء الله هناخد the reported speech اللي هو الكلام غير المباشر، ودي قاعدة مهمة جدا. هناخد صيغة الكلام المباشر في الستيتمنت اللي هي الجملة الخبرية. أتمنى أنكم تكونوا خدتوا نظرة سريعة كده على قواعد منهج 2027 للصف الثالث الإعدادي، وتابعونا إن شاء الله. هتنزل حلقات متتابعة لدراسة المنهج بالتفصيل، وأتمنى أنكم تكونوا استفدتوا من هذه الحصة، وما تنسوش الإعجاب بالفيديو ومشاركة الفيديو للاستفادة به بقدر الإمكان. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.